عندي انا لحمه مفرومه، فلفل الوان، وعندي قرن فلفل حامي اللي حابب يشيله، عندي بصلتين كبار مفرومين ناعم، شويه زيت، معلقتين سمنه بلدي، حابب يستغنى عنهم عادي، حابب يحط سمنه عاديه عادي براحته خالص، ممكن يستعمل زيت عادي وخلاص. عندي فلفل و7 بهارات وملح طبعا. تمام. عندي طاسه هنا على النار هنزل فيها الزيت، هنزل الزيت ومعلقه الايه السمنه. تمام كده. هنزل بقى البصل، هديله تشويحه الاول وبعد كده انزل ايه اللحمه، بس ادبله الاول وبعدين انزل باللحمه. تمام. كده انا دبلت البصل شويه، مش عايزه ايه ان انا ادبله اكتر من كده او يتحمر عن كده. تمام. هنزل بقى باللحمه، نقلب كويس. تمام كده انا قلبتها كويس قوي مع البصل. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي اللي هو فلفل اسود. تمام. 7 بهارات. تمام كده وهخلط. وبعد كده هنزل بقى ايه الفلفل الالوان والفلفل الحامي بتاعي الايه اللي عندي. تمام. لسه محطتش الملح بس مش هحطه دلوقتي، شويه عشان ايه اللحمه متتكتلش معايا. هنزل بقى بالفلفل، هنزل بالفلفل الحامي، مش هكتر، اللي مش حابب يشيله من الوصفه عادي خالص. وهنزل بالفلفل الالوان نقلب مع بعض. شايفين الالوان جميله ازاي مع بعض، جميله قوي بجد. هقلب كده ماشي. وبعدين هنزل بالملح عليهم واسيبهم بقى ايه يكملوا سواها. هي متاخدش سوا طبعا اللحمه المفرومه، فايه هحط الملح وهسيبهم شويه ايه يستووا ونشوف هيبقى شكلها عامل ايه. عندي ثواني بس نحط الملح بتاعنا كده. تمام. جهز